ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كلكم بخير. اول حاجة عايزة اقولها بشكر كل اللي سأل عليا سواء برسالة او اتصال تليفوني. ربنا يا رب يبارك لي فيكم ويديمكم في حياتي يا رب، ويكفيكم شر المرض جميعا. كل سنة وانتم طيبين. داخلين بقى على احلى ايام في السنة، شهر رمضان. شهر رمضان فينا الموظفة اللي وقتها ضيق جدا، وفينا اللي بتبقى وراها حاجات تانية، عايزة تقرأ قرآن، تزود العبادات شوية. الوقت بيبقى بيمشي بسرعة جدا وعايزين نستغله في كل حاجة. فهنعمل ايه؟ هنشيل المطبخ ده من دماغنا خالص بوصفات بسيطة وعلى قد الايد، وما بتاخدش وقت معاكي في المطبخ. اول حاجة النهاردة زي ما انتم شايفين كده، البطاطس ماليش دعوة بالشركات. بصوا البطاطس المتفرزة طريقتي معتمدة من زمان قوي، وكل ما تيجي تفتحها عند الفريزر هتلاقي الاكياس بتاعت البطاطس دي عشان تطلع معاكي حلوة ومقرمشة وما بتشربش زيت. تابعيني في الفيديو وتشوفي الحركات بتاعت مطبخ رندا محمد. معايا كمية من البطاطس، انت طبعا تحدديها حسب ما انت شايفة. بصوا انا مقطعاها صوابع سميكة شوية، ليها تخن كده، ما بتبقاش رقيقة يا جماعة عشان ما تتكسرش منك. وحطها في مية طول ما انا بقطعها، بغسلها وبقطعها وبحطها في مية عشان ما تسودش ولا يبقى فيها حمار ساعة لما اجي اشتغل فيها. ومعايا معلقة ملح كبيرة، ومعايا معلقتين سكر. وانت هتسلقي البطاطس؟ لا مش هسلق البطاطس، بس يلا خليكم معايا بقى. ومعايا ميه بتغلي. حلو الكلام. هننزل بقى البطاطس السكر في قلب الميه معلقتين، وهنحط معلقه الملح، وهنقلب تقليبه كده سريعه، وهنزل بالبطاطس على طول في قلب الميه الحلوه بتاعتنا دي. طبعا انت لما هتنزلي بالبطاطس الميه هتهدى شويه، ركزي معايا عشان هي التكه دي اللي هتبين لك البطاطس. شايفين البطاطس اول ما حطيته في الميه بطلت غليان. هسيبه قد ايه؟ هوريكي شكل الميه. هي بالكتير قوي 3-4 دقايق، ما بسيبوش بقى طبعا يتسلق، لا احنا هنطلعه دلوقتي. اول ما الميه هتلاقيها من الجناب كده والوش بدأت تطلع بخار جامد، والميه بتبقى فيها زي فقاعات كده صغيره، يبقى في الحاله دي هو كده المرحله اللي انا عايزاها. ما خدتيش بالك من الميه، فوتي 3-4 دقايق وطلعي. طبعا البطاطس المتفرز ده بيتباع في الشركات غالي جدا، بتاع الشركات. سألت على الكيس يقولوا لي 90 و100 جنيه. ليه يا سيدي؟ هي كده، وحتت صغيرة وتيجي تقليه يشرب زيت. الطريقة دي معتمدة وهتنفعك في رمضان قوي. هتطلعي الكيس مسافة ما تعملي طبق الفول البطاطس هيكون احمر يا ست الكل. راجعه من الشغل تعبانه ومش قادره تعملي فطار، طلعي كيس ساعه الفطار حمريه مع حته بانيه كده، مع كفته تكوني مفرزاها برضو، اليوم يعدي ويبقى زي الفل والاكل جميل. شايفين دي الفقاعات اللي انا بقول عليها. هنديله تقليبه وهطلعه. بصوا شايفين البخار اهو. هطفي بقى عليه واصفيه كويس قوي من الميه. وعايزه اوريكم البطاطسايه لا اتهرت ولا استوت ولا اي حاجه، البطاطس زي ما هو، بس انا اديت له صدمه بالميه المغليه. بصوا البطاطس اهو لسه سخن مطلع بخار. اسمعي التكه يا قمر. بصي جامد ولا استوى ولا متهرق مهري ولا حاجه. انا ما سلقتوش، انا نزلته زي ما بتفرزي البسله، زي ما بتفرزي اي حاجه، بس انا ما بسيبش الميه تغلي. تمام قوي كده. صفيته من الميه. هنعمل بقى التكه الصغيره اللي هتخليهولك جميل جدا جدا. فوطه بقى كده نظيفه او ملايه اي حاجه عندك، وهنفرده كده. ليه؟ عشان تشرب الميه اللي فيه، وهنفرده كده. طبعا دي الطريقه دي افضل كتير من اللي مقلي نص قليه كده في الزيت. انا مش عايزاه كده،
الزيت بيبقى كتير فيه قوي، ولما بتيجي تاكليه بيبقى اساسا شارب زيت من الطاسه. لكن انا كده بعمله بالطريقه دي. حاولي تفرديه كده عشان خاطر ينشف بسرعه. زي ما انتوا شايفين البطاطسايه نشفت، وما بحطش البطاطس وانا بنشفه واحده على واحده، بس بفرده خالص علشان خاطر ينشف من كل الجوانب. وفي بقى تكايه كده هقول لكم، لو انت ما بتحبيش طبق البطاطس بتاعك فيه الحروف اللي هي بتاعت حرف البطاطسايه وانت بتقطعيها، عادي جدا اركنيها على جنب، قطعيها واركنيها على جنب وحطيها تتسلق. تقدري تعملي بيها كفتة بطاطس، تقدري تعملي بيها سلطة البطاطس، هنستفيد بيها، احنا ما بنرميش حاجة. بتاكلي عادي. انا عندي الولاد الصغيرين بيحبوا الحروف دي قوي، فانا بحمرها عادي مع البطاطس. لو انت ما بيحبوهاش اعملي بيها كده، استفيدي بيها باي حاجة. يلا بقى هنشوف هنعمل ايه. بعد ما نشف البطاطس بتاعنا هناخد بقى كده نحطه على صينية. معايا بقى شويه زيت، انا مش هحط الزيت ده كله وهو مفروض كده. رش يا ست الكل عليه رشه زيت صغيره كده، وهنقلب رشه زيت وهنقلب. ليه؟ انا عايزه كل بطاطايه متقطعه تتغلف بالزيت اهو. هقلب بقى واشوف محتاج ولا لا. شايفه بقى بتلمع ازاي؟ كلها زيت، كل الكميه اعمليها كده بالزيت. وتعالي بقى هاتي الاكياس بتاعه التلاجة بتاعتك وحطي فيها المقدار اللي انت هتطلعيه. انا ممكن تطلعي كيس كبير تاخدي منه وتشيليه في ساعتها. ليه؟ لان احنا بنطلعه من التلاجة وهو متلج كده، يكون الزيت سخن، تنزليه وهو من الفريزر كده على النار على الزيت، والباقي شيليه في التلاجة تاني في ساعتها على طول. هنعبي بقى الاكياس مع بعض. بس لما بعبيها ما بحطش، عشان تبقوا عارفين، ما بحطش بطاطسايه على بطاطسايه. انا هعبي الاول وبعدين افرده. بصي مفيش واحده على واحده، كله متستف كده جنب بعضه. وتقفلي بقى الكيس بتاعك براحتك خالص. الكميه انا قلت ترجع لك انت، حتى لو عملتي كيس كبير عن الاكله بتاعتك بتاخدي منه وتشيليه على طول في الفريزر، ما تخلوش بره الفريزر وبعدين تشيليه تاني هيبوظ منك. هكمل بقى الكميه، ده مناسب جدا للوقت في رمضان، هيخلص على طول وهتاكلي البطاطس زي الفل. هنفرز بقى بقيه الكميه واوريها لكم. زي ما انتوا شايفين الكمية طبعا بترجع لك، تجيبي كيلو تجيبي 10 براحتك خالص حسب استخداماتك. وعلى فكرة ده بينفع في حالة لو البطاطس في السوق ما بقتش بتاع التحمير، وكمان بتبقى غالية جدا في الوقت اللي هي بين الزرع وبعضه كده في المواسم، تبقى انت حطاه في الفريزر عندك. ومفيش بيت بيستغنى عن البطاطس. زي ما قلتلك راجعة من الشغل تعبانة ومش قادرة تعملي فطار، طلعي كيس وطلعي كيس. هوريكم ازاي بقى الكفته بتتفرز والبانيه والكلام ده. تطلعي منه على طول تلاقي الوجبه بتاعتك او الفطار جاهز او السحور. ده ما بياخدش وقت في الآلية بتاعته. زي ما قلتلك تولعي على الزيت اول ما يسخن، بس ما تسخنيش الزيت زياده عن اللزوم عشان لما تنزلي البطاطسايه ما تتحرقش معاكي. سخنيه بس مش زياده عن اللزوم، وانزلي بيه من الفريزر على الطاسه او الحله بتاعتك وما تقلبهوش. سيبيه هو اول ما البطاطس هيبدأ يخش في التسوية هتلاقي البطاطساية سابت الطاسة كده واترفعت على وش الزيت. في الحالة دي تبدأي قلبي زي ما انت عايزة. هتحطيه في الطاسة تحطيه واحدة جنب واحدة، ما تحطيش كوم بطاطس على بعضه وتقولي عشان اخلص. واول ما بيطلع عشان طبعا هو مش متملح بترش عليه التتبيلة بتاعة البطاطس، او لو انت مش بتستخدميها تحطي عليه شوية ملح وشوية كمون او شوية ملح وفلفل براحتك خالص وبالذوق وبالطعم اللي انت بتحبيه.
طبعا انا شايفاكي وعارفه مين اللي ما عمليش لايك لغايه دلوقتي، مع ان الفيديو عاجبك ومبسوطه منه. يلا يا قمر اعملي لي بقى لايك وشيري الفيديو عشان اكبر عدد يستفيد من تفريز البطاطس. وهقول لكم ايه، كل سنه وانتم طيبين. يلا نصلي على الرسول. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. هقول لكم ايه، في حفظ الله. باي باي.